السلام عليكم اخواتي المعتمرات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم جميع الاحتياجات اللي غادي تحتاجوا باش تديوها ان شاء الله لدوك الديار المقدسه. ان شاء الله غنعطيكم لي ديتاي كاملين حاجه بحاجه. هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون غني بالمعلومات وباي حاجه ان شاء الله غادي تحتاجوها باش تديوها معكم. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هي بالملابس اللي غادي تحتاجوا ان شاء الله تماكين. والله يبلغكم داك المقام بخير وعلى خير. دابا حاليا كلشي ما شاء الله كلشي كيوجد، كلشي تبارك الله مع اقتراب الشهر الفضيل ان شاء الله كلشي كيوجد. المهم اول حاجه غادي نحاولوا نديو واحد 2 عبايات على الاقل، 2 ديال العبايات على حسب راكي عارفه تيكون عندنا العبار خصنا نكونوا ضابطينه. غنحاولوا نديو واحد 2 عبايات اللي غادي نبدلوا بهم ان شاء الله تما، ما نحتاجوش نديو كثره ديال هذا حيت شحال من واحد تيمشي فكيصدق لابس شي وشي ما تيلبسوش، كتدي حويجاتها كيف ما كتطويهم كتخليهم وكتمشي. داكشي علاش غادي نحاولوا نديو ان شاء الله عبايه تكون شويه سخونه مع الفولار ديالها، تكون داكشي منظم باش ما ترونوش، وعبايه تكون بارده حتى هي مع الفولار ديالها ومع البوني ديالها. الا كان الجو بارد تلقاو ديك العبايه تلقاوها سخونه، واذا كان الحال سخون تلقاو ان شاء الله عاوتاني ديك العبايه البارده ان شاء الله تصليو بها. كتاخذوا حتى بيجامه خذوا وحده بارده. الزيوفه حياتي ما تنساوهمش، وخلاص الفولارات باش تبدلوهم ان شاء الله على حساب كيكون الواحد تيعرق دغيا تما. تا بالنسبه للبيجامه تاخذوا وحده بارده وحده سخونه حتى هي باش الا تبدل الجو ولا، حيتاش في المدينه المنوره ان شاء الله الايام اللي غتجلسوا فيها باش تمشيو ان شاء الله المزارات وباش ان شاء الله تجلسوا تما واحد شويه، فضروري غادي كيكون شويه محرك البرد. وخلاص مع التراويح وهذا يقدر يتحرك البرد ولا في الفجر ولا هذا تكونوا ان شاء الله يعني عندكم ما تلبسوا. وهنايا خذوا حاولوا تاخذوا بحال هاد الفولارات هادو راه تيكونوا زوينين، كيشدوا مزيان ما كيخليوش لك الشعر يهبط. وبالنسبه للملابس الداخليه بحال السوفيتمات والشورطات والكولونات والبوديات ضروري. الا كان مثلا الحال زعما سخون ممكن تلبسي السوفيتما والشورت وتلبسي فوقهم العبايه ديالك. الا كان الحال شويه بارد كتلبسي الكولون والبودي ديالك باش ما كتحمي راسك عاوتاني ما تجيش اي مريضه. غتحتاجي حتى الكاب الا كنتي غادا للمطار بحال هكايا يكون البرد ولا تكوني جايه ان شاء الله عاوتاني كاين البرد، فان شاء الله باش لا احتاجيتيه حتى هو تلقايه، حتى هو ديري احتياط. المهم انا راه كنوجد معكم الشنطه وفي نفس الوقت راني كندير الملابس هنايا كنقادهم. انا مهم حاطه كلشي داك الحوايج كاملين باش ما ننساش لكم كاع لي ديتاي. حاولوا ما امكن انكم تاخذوا بحال هاد الخمارات هادو حيتاش زوينين وخفيفين، هادو اللي كيتلبسوا بحال هكا. هادو حتى هما تيجيو زوينين وتيجيو هابطين بحال هكا، كيجيو فنين. هادو حتى هما كيجمعوا لك وما كتحتاجيش زوين. الا بغيتي ديري فوقو شي فولار ديريه، بغيتي تخلي غير بحال هكايا نيت وتصلي به راه حتى هو زوين. وبالنسبه للفولارات اللي خديت مع العبايات وداك الشيء راه خصهم يكونوا طوالين باش ان شاء الله يجيو هابطين ان شاء الله. هانتوما بحال هذا، هانتوما طويل تيكون طويل، هذا خلاص تديريه تيجي هابط، تيجي فضفاض فوق العبايه. اي عبايه لبستيها تيجي فضفاض. الا كان شي وحده عندها مشكل ديال الظهر فتاخذ بحال هاد السميطات هادو على حسب الوقوف وداكشي ما كتعرفيش شنو كاين، فحتى هي ديها احتياط. خلاص السجاده ديالك، التسابيح والقران ديالك باش تقراي ان شاء الله. وخصوصا في الطائره غادي تحتاجي ضروري القران هكايا باش تقرايه، ويكون المؤنس ديالك ان شاء الله في الطريق. غيخصك شابو على حسب الشمس وحتى نضيدرات هكايا على حسب الشمس باش ان شاء الله تتفاداي الحراره، لانه تما كاين ما شاء الله كاينه الحراره. وغادي تحتاجي حتى الفوطات في لوطيل راه كيعطيوك الفوطات، ولكن من الاحسن انا كنقول تكون بيرسونيل ديالك احسن من انك تاخذي زعما ديال لوطيل، ولكن كيبقاو عاوتاني كل واحد وشنو باغي. غتحتاجي حتى صاك هكايا راه كيكون عنده سميطه لداخل ديالو خلاص كيجي هكايا. وتحتاجي البسطام ديالك
باش ديري فيه ان شاء الله فلوس فاش تصرفيها. وهذا غادي تحتاجيه فين تجمعي الوريقات وفين تقادي المسائل ديالك باش ما تلفيش ان شاء الله على الجروب ديالك. ولا ما بغيتيش تهزي الصاك وخفتيه انه يمحلك، فخذي بحال هذه وتحزمي بها. شوفي الجيب ديالها قداش، هانت شوفي الجيب ديالها قداش، راه كبير غادي يبان لك لاطخاس هكا، راه كبير حتى هو. حتى هذا كتجمعي فيه باسبور ديالك وكتجمعي فيه الوريقات ديالك مسائلك باش ما كيتلفوش. ونحتاجو حتى كلينكس ضروري نديوه معانا، مع على حسب الا كان الحال سخون ولا ضروري غتستعملي باش تنشفي به اولا شي حوايج اخرين. ما تنساوش الغالونج وهاد البريز هذا، لانه البريزات ديالنا ماشي بحال ديالهم. هانتوما تيكون على هاد الشكل، فيه 3 ديال الريوس، هذا ضروري تاخدوه. المهم هذا راه كيتجمع عندي فيه 3 ديال الاشكال، ولكن حنا هذاك الشكل هو اللي غادي نحتاجوه ان شاء الله تماكين. نحتاجو هاد البريز ضروري، وعندنا هاد الغالونج ضروري غادي ديروا، لانه غادي تحتاجوه باش تشارجيو ان شاء الله التليفون ولا باش ديروا فيه هذاك الفرن ديالكم باش انكم طيبوا. عندنا لاطخوس ديال الحمام حتى هي ما نساوش هادو على قبل الاحرام ان شاء الله. ما تنسايش لا بروس دي دون ديالك، الكيس هادي ديال الصابون، خلاص البواط الصابون حتى هي. هاد الصابون ما يكونش ديال الريحه، يكون صابون عادي، دونتيفريس والشامبوان. الشامبوان حتى هو راه تيعطيوه لكم في لوطيل، ولكن حبذا انكم مستدعين شي حاجه كديروها نتوما ولا فبغيتو ديروا ديالكم ديروه، بغيتو ديروا ديال لوطيل راه تيعطيوه لكم تماكين. وعندنا كذلك لاطخوس، حاولوا انكم تنظموهم في لي تخوس، بحال دابا لاطخوس ديال الحمام، لاطخوس ديال الدواء، نتوما هذا ديال الرواح. عندي هذه بحال دابا ملي كتوضاي كدهنيها لرجيلاتك وكتلبسي لي باموس ديالك، كتدي معاك دو لي بران، كتدي كينطا علاش الا كان الحال سخون ومع الطواف وهذا يقدر يكون شي طياب ولا شي حاجه كتفاداي. هنايا قبيلبات ديال الظهر الا كان ظهرك كيحرقك، قبيلبات ديال الظهر، رينوميسين على قبيله جاك الرواح مع تغير ديال الجو والتقلبات ديالو ما كتعرفيش شنو، ربما يجيك الرواح ولا هذا، مهم كتفاداي. خلاص اللي مريضه بالسكر او لا عندها شي مرض مزمن او لا متبعه شي دواء، حتى هي ما تنساش هذا الماساج. وهذه على حسب حريق السنان، لا قدر الله ما كتعرفش شنو نتايا تما كاين ولا هذا ما كتعرفش شنو غادي يكون. هذه لا تخص ديال الدواء. عندنا تخص وحده اخرى كديري فيها الملابس الداخليه وكتديري فيها التقاشر، ما تنساوهمش ضروري. هاد التقاشر تيكونوا فيهم السيليكون من التحت على قبل الطواف ان شاء الله، باش داك البلاط ما كتزلقوش فيه. الا مشيتو بالتقاشر العاديين فراه كتزلقوا، دونك حاولوا انكم تاخذوا هاد التقيشرات اللي يكون هكا فيهم السيليكون باش تفاداو داك الانزلاق، يعني كتمشيو عادي. صافي ما تنساوش الملابس الداخليه، التقاشر العاديين تحتاجوهم هكا تصليو بهم ان شاء الله في لوطيل. تنساوش هادو الفويطات هادو على حسب باش تنشفوا المنطقه الحساسه ديالكم وباش ما يوقعش لكم يعني الطياب ما تطيبوش. وما تنساوش الخيط والابره ضروري تحتاجوهم، المقيبطات تحتاجوهم، والحبل ديال النشير حتى هو راه غادي تحتاجوه. ونحتاجو حتى واحد لاطخوس اللي غادي يكون فيها ماء ديال الورد على قبل الحراره وداك الشيء. غديرها في واحد البابور بحال هكايا، بحال هكايا، تكوني دايرها في الساكادو ديالك اللي غادي تدي معاك، غتهزيه باش تبقاي مره الا جاتك الحراره في وجهك وهذا ترشي به الماء ورد. خلاص المشطه ديالك، كوطونتيج، غتحتاجو مرايه، تحتاجو مقاس على قبل الاحرام، مقاس الاظافر حتى هو. هاد كاكاويط يكون ما فيه حتى شي ريحه، غير على حسب الترطيب. الا كان هكايا الجفاف ديال الجو هذا
ولا الشرقي كيف ما كنقولوا، وتلقاي باش ترطبي الشفايف ديالك. والفازلين الا احتاجيتي انك دهني يديداتك، حيت لي كريم كيكون فيهم الريحه وانت ما غيصلحش لك ديري لي كريم تماكن، فمن الاحسن تاخدي فازلين على الاقل باش ترطبي يديداتك. وهاد الفناتي ما تنسايهمش، ضروري تديهم حتى هما باش الفولار ديالك دائما يرصى ما يزلقش ليك. وما تنساوش الصنداله باش انكم توضاو ديال الوضوء، وتكون واحد سبادغي ميديكال حتى هي باش ان شاء الله ديروا الطواف ديالكم، وباش انكم ان شاء الله يعني من تمشيو عفوا لجبل عرفه ان شاء الله وتمشيو للصفا والمروه ان شاء الله تكونوا ان شاء الله لابسينو، يعني كتحتاجوا عندكم المشي وهذا الصابو هكا يكون ميديكال حتى هو باش ان شاء الله يعني تأديو المناسك وانتم مرتاحين وحتى حاجه ما تجيكم ان شاء الله قاصحه. هذه كتبقى ان شاء الله الشنطه ديال الملابس، شاركتها معكم بلي ديتاي ديالها كاملين، ما نسيت معكم حتى شي حاجه. اي حاجه ديها هنايا من غير ساكادور، اللي خلاص الساكادور غادي تديوه حتى هو ان شاء الله، اللي غادي يكون ساكامان اللي غتطلعوا معكم للطياره، حتى هذاك راه حتى هو غتديوه ان شاء الله. غادي تبقى لنا ان شاء الله الشنطه ديال شنو غتديو المستلزمات ديال الاكل ديالكم والاواني اللي غادي تستعملوا تماكين، فهذوك ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في الفيديو المعجي. نسيت واحد الملاحظه ما قلتهاش لكم بالنسبه لهاد الملابس هادو اللي وهاد التحضيرات اللي شفتوا دابا في الشنطه ديال الملابس، فديال ان شاء الله المده ديال 40 يوم. فداك الشيء علاش حاولوا ما امكن تاخذوا غير داك الشيء اللي غادي تحتاجوه، الحاجه اللي مهمه وضروريه، ما تاخذوش شي حاجه زايده، حيت الا خديتوها زايده راكم غادي تديوها وغتندموا، غادي تجيو بها متقلين وغتديوها متقلين. فبزاف ديال الناس كيديو حوايج غير زايدين حتى كيخليوهم تما وتيجيو بلاش. فمن هنايا الفيديو اخر كنقول لكم مع السلامه.